المغرب. نعم، يجب أن نشاهد صانعو التاريخ من 2022 بصفة هذا المنتخب أول فريق أفريقي وصل النصف النهائي وأول فريق أفريقي تأهل ل 2026. ستدخل المغرب المجموعة الثالثة مع البرازيل المباراة الأولى في اليوم. غادي نهضروا على واحدة من أخطر المجموعات في مونديال 2026، مجموعة فيها التاريخ، المفاجآت والقوة. المغرب، برازيل، اسكتلندا وهايتي. مجموعة شكلات صدمة عند بزاف ديال الجماهير، في نفس الوقت فتحت باب للسيناريوهات مثيرة. في هذا الفيديو غادي نديروا واحد التحليل تكتيكي ذهني وتاريخي باش نفهموا بالضبط واش المغرب يقدر يدوز، واش البرازيل باقي هي البرازيل، واش اسكتلندا مفاجأة والله هايتي سهلة ولا فخ. خليكم معايا لأن الفيديو غادي يشرح لكم كل شيء نقطة بنقطة. ما تنسوش ديروا لايك، تابونوا فلاشين الا بغيتوا كل تحليل لكل مجموعة. ما تنسوش توصلوا الفيديو ل 20 لايك. غادي نديروا كل جميع المجموعات والتحليل ديال شكون غادي يدوز. نبداو. الكثيرون توقعوا بأن المنتخب المغربي سيكرر ما فعله في قطر، ولكن هذا أمر معقد، لأننا في قطر كنا نلعب كما لو كنا نلعب على أرضنا وفي بلدنا، ولكن الجماهير ستأتي إلى الولايات المتحدة لتشجعنا، وأعتقد أن المنتخبات المنافسة يعرفوننا جيدا وينتظرون بأننا سنكرر نفس الأمر. هذا أمر معقد صحيح، ولكن نحن فريق نعمل بجد. لدينا الآن بطولة أفريقيا في أرضنا ونحن نركز على هذه البطولة، لكن نحن سعداء جدا بالتأهل إلى كأس العالم لننافس أمام الكبار مثل المنتخب البرازيلي، ونأمل في أن نمنح. نبداو بالبرازيل اللي غيكون معاه اول ماتش نهار 13 شهر 6 2026. البرازيل المنتخب اللي عنده 5 كؤوس عالم واللي كل الناس كيعتبروه من كبار القوم، ولكن الحقيقه هي ان البرازيل دابا ما بقاش نفس الوحش ديال 2002 ولا حتى ديال 2010. اليوم كنشوفوا منتخب فيه مهارات فرديه كبيره، سرعه في الهجوم، لاعبين متقنين، ولكن التنظيم الدفاعي ضعف واضح. والارقام كتشهد. في اخر مباراه رسميه البرازيل ولا كيتلقى اهداف بزاف وكيفقد التركيز في اوقات الحرجه. المغرب هنا عنده فرصة ذهبية لأن المنتخب المغربي قوي في الهجمات المرتدة، منظم في الدفاع، وفي الوسط كاين لاعبين اللي قادرين يكسروا الإيقاع ديال البرازيل. واش نربحوهم صعيبة، ولكن واش نقدروا نفرضوا عليهم تعادل أو نخلقوا المفاجأة؟ إجابة نعم، وبقوة، أكثر ذكاء وأكثر سرعة. إذا المغرب لعب بالعقل، هذه المباراة خاصها تمشي لصالحنا. هدف واحد، تأمين، وداكشي اللي بغيت يكون. شفنا الناس كاملين كيضحكوا على هايتي، ولكن في المونديال الفرق الصغيره كتولي خطيره بزاف. هايتي عندها لعب مباشر، سرعه في الاطراف، هجمات مرتده. المغرب خاصو يدخل هذا الماتش مركز، بلا استهتار بالخصم، بلا لعب على الواقف. هذا هو الماتش الذي يقدر يرفع معنويه المنتخب او يدمرها. فوز كبير هنا يعطي دفعه قويه للادوار المقبله. هنا غادي ندخلوا في المهم، كيفاش المغرب يقدر يدوز للدور الثاني. كاينين 3 سيناريوهات اساسيين، ولكن ما تخافوش الاخوان، هذا العام 2026 ولات الامور سهله بزاف. السيناريو الواقعي: الفوز على هايتي، الفوز او التعادل مع اسكتلندا، الخساره الشريفه مع البرازيل، المغرب يتاهل بنسبه كبيره. السيناريو الثاني: المفاجاه، التعادل مع البرازيل، واحد الانتصار على اسكتلندا و3 نقاط ضد هايتي، ممكن تصدروا المجموعه. السيناريو الثالث اللي هو صعيب: خساره ضد اسكتلندا، تعادل ضد هايتي. هنا الامور كتكون معقده بزاف والمغرب يقدر يخرج راسه بصعوبه. شنو خاص المنتخب المغربي باش ينجح؟ اولا التركيز الذهني. المنتخب المغربي ملي كيكون مركز كيحير اكبر المنتخبات. ثانيا استغلال الفرص في مستوى كاس العالم، الفرصه اللي كيضيعوها كتكون سبب الاقصاء. ثالثا التغييرات الذكيه، المدرب خاص يكون قارئ المباراه ويعرف فين يدخل وما يدخلش ومن يدخل. الروح اللي كانت في المونديال قطر، حيت هذيك الروح هي اللي غتخلي الفرق الكبيره تطيح. مجموعة نارية، خصوم مختلفين، تحدي كبير، ولكن المغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس. عندنا لاعبين كبار، عندنا جمهور عالمي، عندنا شخصية قوية، وإذا لعبنا مستوى اللي نعرفوه غادي نديروها.
غادي ندوزو للدور الثاني وغادي نكتبوا صفحه جديده في التاريخ. قولوا له في التعليقات شنو توقعاتكم، واش غادي نديروا مفاجاه كبيره قدام البرازيل. ما تنساوش لايك واشتراك، وهذا الشيء غادي يعاونكم بزاف. نشوفكم في حلقه جديده. ما تنساوش ديروا وتوصلونا 20 لايك باش نديروا لكم كل مجموعه والحلقه ديالها. تهلاو. Popping like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to.